لو عايز تكسب موظف شركتك ويفضل معاك، محتاجين تنقلوا علاقتكم من مرحله الكوميتمنت لمرحله اللويالتي. ايه ده؟ هو في فرق بين الاثنين؟ طبعا الكوميتمنت او الالتزام الوظيفي الاجباري هو اللي بيني كموظف وبين شركتي، واللي ملخصه ان عليا واجبات لازم اعملها وحقوق لازم اخدها، وده اللي ماضينا عليه احنا الاثنين في العقد عشان كل واحد يضمن حق. اما اللويالتي او الولاء الوظيفي ده ليفل اعلى شويه من الكوميتمنت، ده اللي بيخلي الموظف يحس بالتزام اختياري وانتماء للمكان اللي بيشتغل فيه، وبيبقى عنده احساس داخلي او مسؤوليه مخليه عايز يشوف المكان ده احسن، فبيطور من نفسه وبيدي مجهود لانه حاسس ان المكان ده مكانه بدون ما يستنى مقابل مادي او معنوي. وهي دي العلاقه الصحيه اللي المفروض تكون بين الطرفين. والسؤال دلوقتي، ليه الموظف اللويال مهم لاي شركه؟ وازاي تحافظ الشركه على لويالتي الموظفين بتوعها؟ ده اللي هندردش فيه في فيديو النهارده. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. الموظف اللويال شخص مهم جدا لاي شركه ل6 اسباب. اولهم ان نسبه تركه للشغل هتكون قليله جدا، وده هيقلل من تكاليف تعيين موظف جديد حتى لو بمرتب اقل، واللي الارقام بتقول انها بتوصل ل 150% من قيمه مرتب الموظف اللي مشي. ده غير انها هتوفر في الوقت بتاع التدوير والانترفيوهات. تاني حاجه، الموظف اللويال مسؤول وعايز يكون احسن هو وشركته، عشان كده دايما هتلاقي انتاجيته افضل. تالت حاجه، اللويالتي للشركه بتخلق بيئه عمل صحيه، وده لان كل واحد مركز في شغله، فبالتالي في انتاجيه اكتر وكلام اقل. وده ياخدنا الرابع حاجه، استقرار الموظفين لفتره كبيره في نفس الفريق بيخلق تفاهم وكيمياء في التعامل بينهم، وده اللي هيوفر في وقت تنفيذ اي خطط. خامس حاجه، شركات كتير بتمر بازمات ماديه، وفي اللحظه دي مش بيكمل معاهم غير الموظف اللي شايف ان المكان ده يستحق ومش هيبخل عليهم باي مجهود او تضحيه، وده بسبب اخلاصه للمكان وشعوره ان المكان ده مكانه بجد. سادس حاجه، الثقافه دي لو انتشرت بين الموظفين، الشركات مش هتخاف لا من تسريب اسرارها لاي منافس، ولا ان المنافس ياخد موظفينها حتى لو عرض اضعاف مرتباتهم. وبعد ما عرفنا ليه مهم الشركات تهتم بولاء الموظفين ليها، نروح للسؤال الاهم، ايه اللي ممكن تعمله الشركات غير الفلوس علشان الموظفين يكونوا مخلصين ليها؟ والاجابه بتتلخص في الثلاث حاجات اللي هقولهم لك دلوقتي. واحد، التقدير المعنوي، وده اهم بكتير من التقدير المادي. تخيل جو التقدير خسرنا كتير ده مش في الشغل. كل ما الموظف حس ان الشركه مقدره مجهوده وشايفاه، كل ما اشتغل على نفسه اكتر وادى انتاجيه اكبر. وانت كمدير او صاحب شركه بحكم خبرتك هتعرف مين يستحق ومين لا. اتنين، سيب الناس تكبر ونمي روح التحدي فيهم. الموظف لما يعرف انه دايما عنده جديد يتعلمه وانت كشركه هتساعده فيه، مش هيحس بملل ولا هيحس انه كده جاب اخره في المكان. ده الاتش ار لما بيسال في الانترفيو ليه عايز تسيب شركتك، الرد غالبا جزء منه بيكون ان الموظف ما بيطورش من نفسه وجاب سقف وظيفته. ثلاثة، حسسهم انهم شركاء في المكان. في شركات او مديرين بيخبوا عن الموظفين اسرار تفرق معاهم، زي لو الشركه مثلا بتمر بازمه ماليه بحجه انهم لو عرفوا هيسيبوا المكان، مع ان على ارض الواقع شركات كانت بتمر بازمات ولما بلغت موظفينها بالموقف بدل ما يسيبوها فاجئوا الاداره بحلول ما كانتش في بالهم. من احساسهم بالمسؤوليه قدموا وقت ومجهود اكبر من العادي. والقصد من مشاركه المعلومات هو الحد المسموح اللي يخليهم يعرفوا مصيرهم ويقرروا ساعتها هم يعملوا ايه. حاجه اخيره بقى، حسس الناس بالامان. جو يمشي موظف نجيب غيره 10 والشغل ما يقفش على حد مش مع الموظف اللي هو الشاطر. لما يحس انه من الشركه بجد مش اللي بنقولها بتريقه، هتلاقي نتائج مبهره. وعندنا امثله كتير في السوق، اشهرهم الحاج محمود العربي وعلاقته مع الموظفين اللي خلتهم مخلصين للمكان حتى بعد وفاته. ودلوقتي عايزك تقول لي في التعليقات لو انت موظف بقالك قد ايه في شغلك وحاسس انك لويال للمكان بنسبه قد ايه. ولو عايز تسلك اكتر في سوق العمل، تابعني على كل المنصات وما تنساش اللايك والشير. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.